السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فارس هاني في فيديو جديد. يعني النهارده الفيديو هنتكلم عن البلاك بيل او الحبة السوداء. يعني طبعا يا جدعان لو كنتوا بتسألوا محدش بيسأل طبعا. المهم هنتكلم عن البلاك بيل وقد ايه يعني ان هو مؤثر بصراحة. يعني البلاك بيل عبارة عن كياسات موجودة للوش، كبر مناخيرك، شفتك، الشكل بتاع عينك، حاجات زي كده. والناس دي بتؤمن ان الشكل اهم حاجة. يعني لو شكلك حلو حياتك هتبقى حلوة، لو شكلك وحش هتبقى حياتك خرا. فاهم؟ زي يقيسوا مثلا مناخيرك بالنسبة لشفتك، طب حجم الجولاين عندك، معرفش ايه، دقن عظم. فاهمين ازاي؟ شكل عينك شبه الواد ده مثلا او البت دي كده. يعني فاهمين ازاي؟ طبعا الترند تحسه شاذ، حاجة كده غريبة، بس نتكلم فيه. كلام مهم. فالمهم مش هكل شوية اقعد اقول المهم مصطلحات يعني عشان تفهموا الدنيا. ده عندنا دي مجموعة السب هيومنز. ماشي، السب هيومنز دول ايه؟ دول الناس اللي هم بيقولك شكلهم وحش يعني. عندنا ده السب هيومن، ده منظره اهو. ده السب فايف، نترقى شوية بالنسبة لهم يعني. عندنا بقى حاجة اسمها النورميز. اوكي. المهم ده لو تاير نورمي، وده ميد تاير نورمي، وده هاي تاير نورمي. طبعا تشوفوا بقى التطور، يعني الوش، الجولاين، المناخير. ده بقى تشاد، ودول مجموعة اللي تشادز، دول بقى اجمل ناس بقى في الكون والكلام ده. ده اللي تشاد، وده اللي تشاد لايت. طبعا هنا برضو بوريكم الشكل ده. بيقولك ده الناس الواحد من عشرة، ده شكل 2 من 10، ده شكل 3 من 10، 5 9 10، معرفش ايه. برضو البنات اهم. اسمها اللوكس ماكس. اللوكس ماكس ده يا جدعان اللي هو من اخر تطور شكلك شبه مثلا البت دي. تقريبا الصورة دي اي بصراحة، بس عموما يعني، او شبه الاتنين دول. دول طبعا مش اي. ده طبعا المعلم هنا خس وظبط دقنه، بشرته، سكين كير بقى، والاكل المظبوط والكلام ده يا جدعان. بس حتى ده برضه عمل كده. اغلبيه بقيه الحاجات بتبقى هبد، اللي هو تلاقي واحد عمال بيكسر في وشه والحاجات دي. يعني فاهمين ازاي؟ تاني حاجه معانا الموج. يعني ايه الموج؟ لما انا مثلا اقول اي موج يو يا عزيزي المشاهد، يعني ايه اي موج يو؟ اي موج يو يعني انا من الاخر كده خطفت الاضواء عنك، انا اجمد منك، انا احسن منك، شكلي احلى منك. يقول لك الواد ده مثلا بيموج كريستيانو، معرفش ازاي بصراحه. ده يعني بيقول لك موج ده، فده شكله احلى يعني من الاخر. طبعا ده كلام فاضي في الاغلب عشان كريستيانو. لا بص، ده مجد. فاهمين؟ ده تمج من ده. لا بشرحه ده. المهم ده تمج من ده ليه بقى؟ ده طبعا فنان كريستن بيل. فطبعا كريستن بيل طويل، شكله حلو، معرفش عريض، فاهمين ازاي؟ فعضلاته وبتاع. فطبعا ايه، مج الراجل ده. طبعا برضو البنات مسلموش من الموضوع ده، مع ان البنات بيقعدوا يدعموا بعض، وانتي جميله، وانتي معرفش ايه والكلام ده، وانتي رائعه. ده كلام فاضي. فطبعا البت دي مجد دي مجتها خالص يعني، خلصت تالت مصطلح عندنا الاسند. يعني ايه الاسند؟ ان انت تتطور. انا بعمل تحول ليا، بس انا كنت تخين ومعرفش شكلي عامل ازاي بيفور اي اسند. افتر اي اسند هجيب لك بقى شكلي وانا حلو شبه الواد ده مثلا. فاهمين ازاي؟ هو افتر اسندنج بقى عمل ايه المعلم؟ ربى شنبه، ربى دقنه شويه، معرفش، بقت حواجبه كثيفة اكتر، شعره بقى لامع. طبعا حط فلتر طبعا عشان برضو يأسن. معرفش حط فلتر في الحقيقة ازاي بصراحة، بس ده اكيد فلتر. اهو بقى ده ربى دقنه وبتاع وشعره، معرفش عمل ايه، راح الجيم ولا ايه، وبقى كده يعني. رابع مصطلح عندنا الدارك تريد واللايت تريد. الدارك تريد ده من الاخر يا جدعان واحد انت شكله ما بتثقش فيه، واحد تحسه لعبي، متحكم، نرجسي، حاجه شبه كده. اللايت تريد ده عكس كده خالص، واحد بيبقى طيب بقى، انساني شكلا، كل ده شكل. فاهمين ازاي؟ هوريكم امثله. عندنا دول مثلا، ده دارك تريد وده لايت تريد. ده طبعا شكله تثق فيه ومعرفش ايه، وده شكله بقى شرير وبتاع. فاهمين ازاي؟ شكله نرجسي ولا ايه. طبعا هو شكله عبيط، مش ايه ده بصراحه. ايه ده يا حبيبي؟ نسبة الوثوق فيه عالية، وده نسبة الوثوق فيه قليلة. طبعا ليه؟ بسبب منظره. خامس مصطلح عندنا البون سماش. بصوا يا جدعان، تمسكوا مثلا البتاع ده تقعدوا تخبطوا بقى في وشكوا تك تك. هنا برضه معرفش، اكيد مش هتعمل في مناخيرك عشان ما تكبرش يعني. وايه هدف بقى يا جدعان البون سماش ده؟ انت لما بتقعد تخبط هنا مثلا هتزيد لك الكثافه العظميه. طبعا الحاجات دي يا جدعان ما بتعملوهاش. ماشي يا حبيب قلبي، تعملش كده يا بابا، عيب. بصوا ده بيعمل بآلة التدليك. طبعا ناس فاضيه ورايقه عايشين في امريكا، ما وراهمش اي خرا. تخيل تكون عايش في امريكا وكل حاجه متاحه لك، بتبقى عيل علق تقعد تمسك شاكوش وتقعد تعمل لي كده. الميوينج لا الطريقه الصح لوضعيه اللسان. المهم الميوينج دي بيقول لك هنا وضعيه اللسان غلط، هنا برضو غلط انها تبقى تحت. وضعيه اللسان صح انها تبقى
فوق. طبعا انا بيوريك تحول لواحد يعني ميونج، طبعا ده مش تحول ولا حاجه، ده واحد بيسوقها. هو كان بدل عامل رقبته كده، رافع رقبته قدام، فطبعا انت هيبان شكلك وحش. لا انت تعدل، فاهمين؟ تعدل نفسك كده. بقى بنخش بقى على التيك توك ونشوف بقى الفيديوهات، ندي رأينا فيها وبتاع. نبدأ كده مع المعلم ده. يجيب لك ناس بقى شكلها حلو بقى بعدهم عشان يقولوا انت اترفضت ليه، عشان انت شكلك خرا. طبعا انت موزع بصراحة، ما ينفعش تنزل فيديو اللي هو اترفضت ايه، محدش مهتم اولا. يعني معرفش انت ليه بتعمل كده في نفسك. لا مثلا انت بس لو تبطل المحتوى الغريب بتاعك ده يعني. هتطلع بقى تقول لي انا والحديد انت مكتر فيه قوي يعني بصراحه. انت هتتشهر كده، بس انت مشكله بتتشهر بكره الناس برضه. يا جدعان ما تشتموهوش يعني، يا جدعان ما اعرفش انتوا بتشتموه ليه برضه. ما قالش حاجه يعني، اجمل شاب في مصر وبتاع. ماشي يا اسطى، قول له ماشي يا اسطى. لما يتكلم شخص يطلع ما اعرفش ايه ده بجد يا جدعان، ده ايه ده يعني. شوف يا جدعان الشخصيه المثيره. يا ريت البنات يقولوا لنا اذا كان ده الشخصيه دي جذابه ولا. اوكي ماشي يا اسطى، مش ذنبي اني شكلي وحش، انا ما اخترتش شكلي والله. يا اسطى ما اعرفش، ما ينفعش تنزل فيديو شبه ده والله يا صاحبي، مخلي شكلك وحش قوي. يعني بتحاول تبان ضحيه يعني عشان الناس تخش في التعليقات وتقعد تقول لك لا يا اسطى انت شكلك حلو، لا يا اسطى لا ما تزعلش يا اسطى. بتعمل ايه بجد؟ ما ينفعش بصراحه تنزل فيديو حاجه شبه كده خالص، ما ينفعش يعني. مش حركات رجاله بصراحه. يعني طويل ويكون شكله وحش، ولا واحد قصير ويكون شكله جميل؟ تختاري ده ولا ده؟ فهم طبعا بس شكله وحش. الطول دي حاجة انت متعرفش تتحكم فيها، انا معرفش اتحكم فيها. انت لو ابوك طويل ومامتك طولها فوق المتوسط شوية، معرفش ايه هتبقى فوق ال190. طبعا دي حاجات ما نعرفش احنا نتحكم فيها. فدي اوعى تضايق نفسك يا حبيبي. حد يحكم عليك في حاجة شبه دي المفروض ما تتضايقش. هو مش بيحكم عليك، هو بيحكم على ربنا من الاخر. هو دخل في حتة تانية، هو المعلم بقى ملحد اصلا. فانت هتضايقش نفسك، ما تضايقش نفسك عشان دي حاجة مش بإيدك. محدش هيختار مين أبونا ومين أمنا ومين بلدنا. احنا هنتعامل مع الوضع اللي احنا فيه. فاهمين ازاي يا جدعان؟ فدي حاجة ما تزعلكش. انا عارف ان الموضوع ممكن بقى البنات انا مش بقبل بأقل من 180، مش بقبل من 190. كل خرا، كل خرا ماما، محدش مهتم بجد. ماشي يا ماما، اتجوزي اللي طوله 190. اوكي، لو بتعرف تلعب وعندك فلوس ومعرفش ايه تقعدوا تدوا اهتمام لناس مش بيسألوا عليكوا، وانت داخل تكون يعني مهتم ببنت، والبنت اصلا حطاك في مقارنة مع بتاع 5 6 شباب تانيين، وانت في منافسة معاهم بجد. فليكسبل جدا. بيقولوا يعني عادي، يعني انا شايفها مش حلوة، ممكن حد تاني يكون شايفها حلوة وكده. فطبعا المعلم اتضايق، واحد مش هنا وحط نفسه برضه. هو في انتوا كلكم بتحطوا نفسكم ولا ايه؟ مش شايف ان هو غلط في حاجة، شايف ان برضه الجمال نسبي. طبعا البلاك بيل يا جدعان مش بيقول كده. بلاك بيل زي ما قلت لكم في الاول قياسات وبتاع ما اعرفش ايه والحاجات دي، ما لهمش دعوه. هو تقييم، انت اسود ابيض بتاع هنقيمك يا باشا. بص يا جدعان برضه موضوع الطول. طبعا دي بنت كاتبه اسمها اريال، حتى ما خدتش بالي من الحاجه التانية. هو الانسان اللي هو المعلم القصير ده. طبعا بص يا جدعان، طبعا هو برضه من الايديتس اللي بيتعمل مقارنه ما بين اتنين بقى متخانقه بقى يا باشا. بيبقوا رجاله يا جدعان اللي بيتخانقوا دول، مش بنات بقى. عشان اوريكم بس موضوع الشذوذ. خش في التعليقات هنا هنلاقي واحد حاطط صورته، يعني بيقولوا ده شكله وحش، مارلون احلى. فالتاني قام جاي باعت له بقى صورته، طبعا بص بيقول له لا ده شكله احلى. قام جاي التاني رادد عليه بقى بصورة مارلون تاني، فقال له لا ده شكله احلى بقى وبتاع. قام جاي حاطط له واحد خامس معرفش مين ده بصراحة، ده شبيه وده ولا ايه. واحدة اسمه كلاف. ام كلاف ده ماله كان هنا بيقول في المقطع ده حياتك هتبقى جحيم لو انت شكلك وحش، لو انت شكلك حلو حياتك هتبقى احسن بكتير، وهتلاقي الناس انها بتحبك. في ناس بقى بتعمل له ايديت متعاطفه معاه ان هو قد ايه ان هو قاعد تغير من شكله ويضرب في وشه ويقعد ياخد في هرمونات وياخد في بتاع عشان يبقى شكله حلو يعني وكده. بس انا بصراحه كفاس انا مش متعاطف معاه بربع جنيه.
شاذ ده ولا ايه؟ يعني طبعا بلاك بيل بيعمل في الناس كده يا جدعان. براحتك بقى. شكلي انا بكسر في وشي كل يوم. لا حاجة تزعل بصراحة، حاجة تكسف يعني. حتى يعني ازاي تنزل حاجة شبه دي اصلا حتى لو انت بتعملها يعني. ازاي تعملوا بون سماشنج للفيس؟ ده اول عمل حاجه لازم طريقة. نعرفها، هل البون سماشنج خطير؟ خطير. مش اي حاجه تضربها في وشك، يعني مش هنجيب طب ده بيضرب بجد، انا قلت بيهزر ده. طبعا ما تعملوش حاجة شبه دي يا جدعان. ما تعملوش حاجة شبه دي يا جدعان. عيب. عيب يا حبيبي. عيب يا بابا، انت عيل صغير، ما تعملش كده. اتفاق في الشارع. طبعا المعلم وشه ورم اهو، وتلاقيه فخور بحاجة شبه دي ان هو بيعملها، عشان طبعا متأثر بالناس الأجانب. طبعا واحد هنا معلق له ايه يا اسطى، حب التزين ده ماشي اهتم بشكلك، بس الهوس بالشكل ده مش للرجالة. طبعا كلامه صح. اكره نفسك وانت مش هتحس بحاجة. اللي انت بتعمله ده مش كره للنفس يا اسطى. كره النفس دي حاجة انا اعرفها. اللي انت بتعمله ده حب للناس، ده مش كره للنفس يا حبيب قلبي يعني. بلاك بيل ده في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. طبعا مش حاجه وحشه ان احنا نطور من نفسنا، هنخلي شكلنا احسن، فاهمني ازاي؟ بس طبعا في حاجات بتتخطى الحدود. بس يا جدعان خلص الفيديو بتاع النهارده. طبعا بتمنى يعني يكون الفيديو عجبكم. طبعا هتلاقوا حساباتي في الديسكريبشن تحت. لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك، سبسكرايب، وفي اي افكار اعملها. بس يا جماعه مع السلامه.